السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم جابرييل رايدر. اذا كنت من عشاق الدراجات الناريه او مجرد شخص كيتساءل على الدراجات الصينيه اللي ولاو كنشوفوهم بزاف في الشوارع المغربيه، فانت في المكان الصحيح. اليوم غادي نكتشفوا عالم مثير مليء بالمفاجآت، الدراجات الناريه الصينيه اللي ولات اختيار شعبي كبير في المغرب. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كل شيء اللي خصكم تعرفوه من العلامات التجاريه المشهوره بحال صانية، الدوكر والبيكان، وصول الموديلات المناسبة سواء كنت مبتدئ أو محترف. وما غاديش ننساو الأسعار والمزايا وحتى العيوب اللي ممكن تواجهوها. تبقاو معايا حتى لآخر الفيديو باش تستافدوا من النصائح اللي غادي تسهل عليكم اختيار الدراجة المناسبة لكم. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع أي واحد مهتم بالدراجات النارية. إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة، مرحبا بك في العائلة ديالنا. دير سبسكرايب وضغط على الجرس باش يوصلك الجديد ديالي. يلا نبداو. مرحبا بكم مجددا. دابا غادي ندخلوا في صلب الموضوع ونستعرض معكم اشهر 3 علامات تجاريه ديال الدراجات الناريه الصينيه اللي كتعرف انتشار كبير في المغرب: بيكان، دوكر والصانية. هاد الانواع معروفه بمزاياها والاسعار اللي كتلائم السوق المحلي. غادي نناقشوا كل وحده بالتفاصيل من حيث الاداء والجوده والسعر. خليك معنا للنهايه باش تعرف شنو هو الاختيار الانسب لك. الدوكر هي واحده من الدراجات الناريه اللي كتعرف طلب كبير في المغرب، خصوصا عند الشباب. التصميم ديالها رياضي وعصري وكيوفر راحه في القياده. المحرك غالبا كيكون بالحجم 125 سي سي او 150، وهو مناسب للمدينه والتنقلات اليوميه. السرعه القصوى كتوصل ل 90 حتى 100 كم في الساعه. من حيث السعر، الدوكر كتعرض خيارات اقتصاديه بزاف. كاينين موديلات كيبداو الثمن ديالها من 7000 درهم وكيطلع حسب الحجم والتصميم وحتى في الاستهلاك ديال الوقود. هاد الدراجه اقتصاديه بزاف بحيث كتصرف 2.5 لتر لكل 100 كيلومتر. لكن في حال اي دراجه ناريه صينيه كاين بعض العيوب اللي خصك تاخدها بعين الاعتبار. مثلا المتانة ديال بعض المكونات كيمكن تكون ضعيفة، وهذا الشيء كيتطلب صيانة مستمرة باش تبقى الدراجة بحالة جيدة. دابا غادي ندوزو للبيكان. البيكان هي علامة معروفة عند الناس اللي كيبغيو الدراجة اقتصادية ومتينة. التصميم ديالها كلاسيكي شوية، وهذا الشيء كيجعلها مناسبة للأشخاص اللي كيبغيو الحاجة بسيطة وعملية. المحركات كتوفر غالبا على 100 سي سي أو 125، وهذا الشيء كيعطيها أداء مناسب للتنقلات داخل المدينة وحتى القرى. الأسعار ديال البيكان كتكون جد مناسبة، بحيث كيبدا الثمن ديالها ابتداء من 8000 درهم فقط. من جهة الصيانة، القطع الغيار متوفرة بأثمنة معقولة، وهذا الشيء كيجعلها اختيار زوين للناس اللي باغيين شي حاجة سهلة وفعالة. العيب الأساسي هو أن البيكان ما كتناسبش السرعات العالية أو مسافات طويلة. إذا كنت كتخطط للسفر، من أحسن تفكر في خيار آخر. الصانية هي واحدة من العلامات الصينية اللي بدات كتفرض الوجود ديالها في السوق المغربي. هاد الدراجات معروفة بتصميمها العصري والجذاب، وكتجي مزودة بتكنولوجيا حديثة مثل أنظمة الفرامل المتطورة. المحركات كتوفر في 125 حتى 150 سي سي، وهي مناسبة للمسافات المتوسطة والطويلة. من حيث السعر، الصانية كتوفر خيارات متنوعة كتبدا ابتداء من 8000 درهم وكتوصل حتى ل 12000 درهم حسب الموديل. بالنسبة للتوفر، كاين العدد من الموزعين اللي كيعرضوها بجودة مضمونة. بالرغم من المزايا، كاين مشكل في التوفر ديال بعض القطع الغيار، خصوصا الموديلات الجديدة، وهذا الشيء كيعني ان الصيانة يمكن تكون مكلفة شي شوية. خلينا دابا ندوزو المقارنة بسيطة باش نساعدوك تختار الدراجة المناسبة. الدوكر أفضل المدينة والسرعات المتوسطة، سعرها معقول واقتصادية. أما بيكان فالبيكان بسيطة وعملية، مثالية للتنقلات اليومية والميزانية المحدودة. أما الصانية فالصانية تصميم عصري وتقنيات حديثة، لكنها غالية شي شوية. إذا كنت مبتدئ وكتقلب على دراجة اقتصادية، البيكان اختيار زوين. أما إذا كنت بغيتي شي حاجة حديثة وأنيقة، الصانية كتناسبك. الدوكر كتجي كحل أوسط اللي كيجمع ما بين الأداء والسعر.
كان هذا هو الاستعراض ديال 3 اشهر دراجات نارية صينية في المغرب. كل وحدة عندها مميزاتها والعيوبها، والاختيار النهائي كيعتمد على الاحتياجات والميزانية ديالك. نتمنى يكون الفيديو فاتكم، ما تبخلوش علينا باللايك وتبارطاجيو مع صحابكم، وخليو لينا رأيكم في التعليقات. شنو هي الدراجة اللي كتفضلها وشنو هو السبب؟ ما تنساش دير سبسكرايب باش يوصلك كل ما هو جديد. شكرا بزاف على المتابعة، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.